ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ قصة النهارده تعالوا نكسب حسنات كتير ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصتنا النهارده قصة دانا والغزالة بامبي. كان يا مكان كان في بنوتة جميلة اسمها دانا، عايشة مع باباها ومامتها في بيت كبير جميل بمزرعة. دانا كانت بتحب تلعب في المزرعة جدا، وكانت بتهتم بالأشجار والزهور والزرع وريهم. كانت دانا يوميا تصحى الصبح بدري وتخرج من البيت جري تبص على الزهور تشوفها كبرت ولا لسه، وبعدها بتخش تساعد مامتها في أعمال البيت. وفي يوم من الأيام صحيت دانا من النوم وخرجت للمزرعة، لقت جزء من الزرع مش موجود، فزعلت جدا بعد اهتمامها الشديد بالمزرعة يحصل فيها كده. فقالت لمامتها على اللي حصل ده. مامتها قالت لها معلش يا دانا، ممكن يكون في طائر نزل كل منها، ما تزعليش نفسك، هنعتني بالمزرعة وكل حاجة هتبقى أحسن من الأول. وبعد مرور الوقت ودانا كانت في المزرعة وسط الأشجار، اتفاجئت بحاجة جاية بتجري عليها، فجريت دانا منها بسرعة وهي خايفة وبتصرخ الحقني يا بابا، في وحش هياكلني. فسمعها باباها وطلع يجري عليها وقال لها مالك يا دانا، حصل ايه؟ قالت له في وحش في المزرعة. فخرج باباها للمزرعة فلقى غزالة قاعدة بتاكل في الأعشاب. ففضل باباها يضحك وقال لها تعالي يا دانا ما تخافيش، دي غزالة مش وحش. فقربت دانا هي وباباها من الغزالة وهي بتاكل، لقوها مجروحة في رجليها، فقاموا بمعالجتها وإطعامها. قالت دانا لباباها ايه هي الغزالة دي يا بابا؟ قال لها الغزالة هو حيوان ثدي، توجد الغزلان في الغالب في الصحاري والأراضي العشبية والسافانا في أفريقيا وفي جنوب غرب ووسط آسيا وشبه القارة الهندية، تميل إلى العيش في قطعان وتتغذى على الأعشاب. وهو حيوان صغير الحجم نسبيا، يبلغ ارتفاعه من 60 إلى 110 سنتي حتى الكتف. تعرف الغزلان بأنها حيوانات سريعة، بعضها قادر على الجري بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، أو الجري بسرعة ثابتة تبلغ 50 كيلومتر في الساعة. فرحت دانا قوي وبقت مبسوطة بالمعلومات اللي عرفتها من باباها عن الغزالة، وقالت له ايه رأيك يا بابا، أنا هسميها بامبي، وهفضل أخلي بالي منها وأكلها وأشربها لحد ما تخف وترجع لمامتها. قال لها باباها ماشي يا ست دانا وانا موافق، بس بشرط اني اكون معاكي وانتي بتاكليها علشان اخلي بالي منك، عشان ممكن بامبي تخبطك من غير ما تقصد وتعورك. يا رب نكون عرفنا ايه هي الغزالة. باي باي يا اصحابي.